كتير منكم طلب مني ان اطلع بره البيت واصور بدل الاستوديو، فقلت اخدكم النهارده في مشي بسيط كده جنب البيت من غير ولا تحضير ولا اي حاجه، اوريكم الشوارع والبيوت عامله ازاي. قبل ما نغوص في التفاصيل حابب اقول لكم حاجه مهمه جدا. الرحله دي محتاجه صحبه، وعلشان كده احنا عملنا جروب للتليجرام. الجروب ده مش بس للاخبار، ده بقى زي العيله، بنتكلم فيه وبنشارك فيه كل حاجه مع بعض. لو عاوز مكان تتكلم فيه براحتك وتلاقي حد يسندك بمعلومه، الرابط هتلاقيه في الوصف، وبرضه ممكن تعمل سكان للكيو ار. Суки-то неделя осталось. في ناس كتير بتشتكي من كندا، وفي ناس بتحب كندا، وفي ناس شايفينها ان دي الوطن بتاعهم دلوقتي. سبب من الاسباب اللي بتخليك تشوفها كوطن ليك وبيت ليك الهدوء اللي انتوا شايفينه ده، جمال الطبيعه، الامان. احنا دلوقتي ماشيين الساعه 7 المغرب، بس شايفين الدنيا عامله ازاي؟ هدوء، مفيش اي مشكله خالص. كل اللي احنا شايفينه ادي البيوت كلها عامله ازاي، وادي الشوارع كلها نظافه، امان، مفيش اي حاجه. حتى الناس سايبين الحاجات بتاعتهم اهي مفتوحه، مفيش اي مشكله خالص. كل الجراشات مفتوحه، مفيش مشكله. دي حاجه من الحاجات اللي الناس بتحبها هنا. زي ما احنا شايفين هنا برضو في الكامبينج. هنا الناس بتحب تعمل كامبينج كتير جدا في الصيف. فاللي يقول ان كندا ما فيهاش صيف، لا فيها صيف، بس هو قصير شويه، والصيف بتاعها جميل جدا. شمس زي ما انتم شايفين، والسما اهي كلها نقيه. تخيلوا كل يوم تصحوا الصبح على الهدوء ده، على المنظر ده، تخلصوا شغلكم ترجعوا البيت على المنظر اللي حواليكوا ده. عاوزين تتمشوا بعد الشغل، بتلاقوا الهدوء ده والامان ده. Там уже Потапыча тоже тепло. هنا في المكان ده بنعدي من منطقة لمنطقة تانية. ده هنا عبارة عن زي ما انتم شايفين زي بحيرة صغيرة أو كريك أهو من الناحية التانية، والبيوت كلها الناحية التانية ورا الشجر دي، وورا الشجر هنا اهو برضه.
وهنا زي ما احنا شايفين كل الاماكن هنا هيبنوا لسه فيها. دي كلها زي ما احنا شايفين دي بيوت جديدة لسه، حتى لسه محطوش النجيلة هنا ولا اي حاجة ولا النور بتاعهم، لسه مبنيين جداد. ادي البيوت كلها هنا زي البيت ده كده بالظبط بيتبني هناك. هاي دي نظام البيوت اللي هو بيتين بيبقوا جنب بعض مع بعض مشتركين في حيطة واحدة. دي بيبقى تمنها أقل شوية من البيوت اللي احنا كنا ماشيين جنبيها من الأول. بيبقى ليهم برضو الباك يارد من ورا وكل حاجة موجودة ليهم، وليهم جراج خاص بيهم وكل حاجة. الحتة دي كلها برضو هيبنوا فيها كلها، لسه هيبنوا فيها. زي البيت اللي هناك ده كده هم حطوا الأساس بتاعه، وده كمان شهر ولا 2 هيبقى بيت كامل. أو حتى مع البنا لو انتوا لاحظتوا كل حاجة نظيفة، الشارع نظيف، ما فيش ولا تكسير، ما فيش ولا أي حاجة في الشارع نفسه. ومجرد ان هم يخلصوا البنا كل الحاجات دي كلها هتتشال، وهتلاقوا الخضار كله محطوط في الأماكن دي كلها. لو عجبكم الفيديو بالطريقة دي اكتبوا لي في التعليقات تحت، وإن شاء الله من فترة لفترة هعمل لكم فيديوهات بالطريقة دي، ونمشي في حتت جديدة ونشوف كل حاجة معاكم. واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقع. لايف ان كندا بداية الحكاية، حلم بيكبر جوايا خطوة للي جاية، من البرد للتحدي انا لسه مكمل. لايف ان كندا ارضي قصتي للافضل.